هاي، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل مع بعض البوفتيك. مين فينا مش بيحب البوفتيك؟ بجد كلنا بنحبه وبنعتمده في المناسبات وفي العزومات. بس المرة دي هنعمله بطريقة غير تقليدية وبتتبيلة مميزة. واوعدك في الفيديو ده هتنتهي كل مشاكل البوفتيك، القشرة اللي بتقع او الطبقة اللي مش ثابتة او البوفتيك اللي بيشد. كل ده هينتهي بالطريقة دي. ركزي معايا واتفرجي على الفيديو للآخر. بس قبل اي حاجة، لو اول مرة تشوفيني من فضلك روحي اعملي اشتراك للقناة بتاعتي ودوسي لايك، ولو الفيديو عجبك شاركيه مع كل اصحابك. احنا هنعمل مع بعض نص كيلو بوفتيك. احنا جايبين البوفتيك ده من وش الفخدة عشان دي انعم حتة عشان تستوي كويس. خطوة مهمة جدا، انا هبتدي ادق اللحمة بتاعتي عشان المسامات تفتح والحتة تتفرد. بس وانتي بتدقيها دقيها بالراحة عشان اللحمة ما تتقطعش منك، وهندقها لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. احنا عايزينها لا تكون رفيعة قوي ولا سميكة قوي، تكون متوسطة عشان الرفيعة قوي هتشد معانا والتخينة مش هتستوي كويس. هوريك السمك اللي احنا عايزينه زي ما انتي شايفاه معايا دلوقتي. ركزي معايا في كل التفاصيل عشان تاخدي نتيجة مبهرة. هنا بعد ما خلصنا كل الكمية هنبتدي بقى نحضر التتبيلة مع بعض. في مصفى هننزل ببصلتين مبشورين ناعم في الكبة، او ممكن تضربيهم في الخلاط. هعصرهم كويس وانزل كل ميتهم. فرقت جدا في التتبيلة ان انا حطيت مية البصل مش البصلة نفسها. وقولولي لو انتوا جربتوا الطريقة دي قبل كده وعجبتكم ولا بتحبوا الطريقة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. بس انا هقول لكم ان انا شفت في الطريقة دي ان انا لو هعمل كميات كبيرة هتسهل عليا جدا. هنا هجيب بيضتين وهنزل عليهم في الطبق بتاعي. وكمان عايزة اقول لكم اعتمدوا دايما في وصفات اللحوم ان ما تحطوش توابل كتير عشان ما تغيرش طعم اللحمة. احنا هنا هنقول التوابل مع بعض. من فضلك استخدمي نفس التوابل، جربيها على ضمانتي هتعجبك جدا وما تحطيش حاجة أزيد من كده. هنحط ملح، فلفل، كزبرة، كمون. والكمون هنا ما تخافيش مش هيغير طعم اللحمة، بس أنا هقولك حطي ربع معلقة بس عشان ما يمررش طعم اللحمة ويغيرها. هقلب بقى البيض مع التوابل، وبعدين بقى هنعمل كده قوام شبه العجينة. هنزل هنا بنص كوباية دقيق وأقلبهم على الخليط بتاعي. أنا عايزة خليط يكون متماسك. لو انتي الخليط بتاعك خفيف انزلي بالدقيق واحدة واحدة لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. ركزي في كل التفاصيل عشان تاخدي بفتيك زي اللي انا عملته بالظبط ويمكن احسن كمان. هنا هتبل عندي اللحمة بتاعتي كل قطعة لوحدها، وبعدين التتبيلة اللي هتفيض هحطها على بقية اللحمة. هعمل الكمية كلها وهقولك هنحطها في التلاجة اقل حاجة 4 ساعات. وطبعا انتي لو عملتيها من بالليل للصبح هيكون افضل وطعم التتبيلة هيكون واضح فيها اكتر. وهنا خرجت اللحمة بتاعتي بعد ما اتبلت حوالي 4 ساعات. هحط عليها ليمونة قبل القلية على طول. الليمون بيفرق جدا في سوى اللحمة وبيخليها أطرى وبيفتح مسامات اللحمة، وبيفرق جدا في طعم التتبيلة. لو انتي مش بتحبيه ممكن تتجنبي الخطوة دي، مفيش مشكلة. هنيجي بقى نقلب الليمون كله ونتأكد ان كل اللحمة شربت من الليمون اللي انا حطيته. ركزي بقى معايا في الخطوة اللي جاية عشان دي خطوة مهمة جدا، ان احنا هنعمل الطبقة الخارجية للبوفتيك. بصي انا هنا ما بهرتش البقسماط بتاعي عشان انا كنت عايزة احس بطعم اللحمة اكتر. لو انتي حابة حطي من نفس بهارات اللحمة اللي احنا حطيناها بس ما تزوديش. بصوا بقى الخطوة دي مهمة جدا مع اي حاجة بتتقلي، ان احنا لازم نتك على حتة اللحمة بتاعتنا ونتأكد ان هي اتعملت بالبقسماط من كل الجهات. اولا دي بتفرق جدا في لون التسوية وبيخليها ذهبي، وكمان بتخلي الطبقة تلزق. بصوا انا عمالة اتك جامد وبدوس جامد على حتة اللحمة وبتأكد ان البقسماط لزق فيها كويس جدا. كمان هقولك اي حاجة بتتقلي لازم قبل ما تقليها بتسيبيها في التلاجة على الاقل نص ساعة قبل القلية عشان البقسماط ما يقعش في الزيت والطبقة دي تفك ويبقى شكلها مش حلو. هخلص الكمية كلها ونرجع بقى للتسوية. خليكي معايا لاخر الفيديو واوعي تسيبيني، استني لما تشوفي هتسوي البفتيك معايا ازاي. هخلص بقى الكمية معاكم. بصوا انا هنا عايزة اوريكم بعد ما خلصت الكمية كلها انا ماسكة حتة البفتيك ولسه ما اتحطتش في التلاجة. بصوا البقسماط حتى مش بيقع منها. هنا هنسخن الزيت بس مش هيكون سخن قوي عشان ما نحطش اللحمة وتاخد لون ذهبي بسرعة وما تستويش، وعلى نار متوسطة. وهقولك على حاجة، اول ما تتشمع هقلبها على الناحية التانية وهفضل كل شوية اقلب اللحمة على الجهتين لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. بصي انا هوريكي كل شوية هقلبها
اولا دي بتخلي سوى اللحمه مظبوط جدا، وكمان الطبقه ما بتفكش ولا تقع خالص منها. هنرجع نقلبها، بصي كل شويه هقلبها معاكي لحد ما هنوصل للون اللي احنا عايزينه. هحضر مناديل مطبخ جنبي عشان نطلع عليها البفتيك. كمان هقولك على نصيحه، لما تيجي تقدمي اي حاجه مقليه سيبيها تطلع من الزيت تهدى شويه، على الاقل 5 دقايق قبل ما تقدميها، وخصوصا البفتيك عشان اللحمه ترتاح وما تشدش معاكي. هنا وصلت للون اللي انا عايزاه، هطلعه بقى وبعدين يلا نقدمه كده مع بعض. انا قدمته يا جماعه مع مكرونه بالصلصه. احلى حاجه تتقدم مع البفتيك، قدميه بالطريقه اللي تريحك. بصوا لونه كان عامل ازاي، مستوي حلو جدا، توابل مظبوطه، الطبقه كانت لازقه فيه جدا ما وقعتش. هنقطعه مع بعض دلوقتي ونشوفه، بجد كان خطير. انا عايزاكم تجربوا التتبيله دي وتجربوا الطريقه الغير تقليديه دي السهله البسيطه اللي موقفتنيش خالص في المطبخ. بصوا انا بقطعها هنا معاكم، اللحمه بتتقطع بكل سهوله، مستويه حلو، الطبقه لازقه عليها، مش البقسماط طلع في حته واللحمه في حته. بجد كانت خطيره. يا رب النهارده اكون فدتكم. الفيديو حلو خفيف ظريف، حاجه كلنا بنحبها. جربي الطريقه دي وقولي لي رايك بكل صراحه.